في الساعات الأخيرة الدنيا اتقلبت على السوشيال ميديا بسبب فيديوهات غريبة ظهرت من أماكن كتيرة في لبنان. ناس عادية جدا بتتمشى أو بتتسوق وفجأة بدون أي مقدمات جيوبهم بتنفجر. زي ما سمعت كده جيوبهم بتنفجر. المناظر دي عملت حالة رعب كبيرة والناس بدأت تسأل إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بينفجر أصلا؟ إزيكم يا جماعة؟ أنا أحمد موسى والنهاردة جايب لكم قصة من القصص اللي لما تسمعها هتفضل مش مصدق إن اللي حصل ده حقيقي. تعالوا ندخل في التفاصيل أكتر. تخيل نفسك واقف في السوبر ماركت جايب حاجتك ومستني على الكاشير، فجأة الشخص اللي قدامك جيبه بينفجر. الكل بص حواليه في صدمة ومش فاهمين اللي بيحصل. في اللحظة دي حد لقى جهاز صغير قد التليفون كده بيقع من جيب الشخص اللي انفجر. حد يعرف ايه ده؟ وفجأة حد قال ده بايجر. البايجر مش ده جهاز قديم من ايام جدودنا اللي كان الناس بتستخدمه عشان تبعت رسائل صغيرة من غير نت ولا شبكة؟ طب ليه الناس بتستخدمه دلوقتي؟ هنا القصة بتبقى اغرب. الجهاز ده معروف انه مش بيتراقب بسهولة وده كان مهم لجماعات معينة زي اخواتنا في لبنان. الجماعات دي بتحتاج طرق امان في التواصل، عشان كده رجعوا يستخدموا البايجر رغم انه قديم. لكن المفاجأة الكبيرة كانت لما اكتشفوا ان الانفجارات دي مش بسبب بطارية الليثيوم اللي في الجهاز زي ما الناس كتيرة كانت فاكرة. في مادة كيميائية شديدة الانفجار اسمها PETN كانت محطوطة جوه الأجهزة دي. والاغرب من كده ان جيش المناديل هو اللي كان ورا الموضوع ده. الأجهزة دي تم التلاعب بيها في مرحلة من التصنيع، واضافت المادة المتفجرة دي مع فيروس كان بيخلي البطارية بتاعت الليثيوم تسخن بشكل غير طبيعي. لما اي حد يستخدم الجهاز ده البطارية بتبدأ تسخن جامد وبعد ثواني الجهاز بينفجر. اللي حصل في لبنان يوم الثلاث كانت مصيبة بكل المقاييس. ناس في مناطق زي الضاحية الجنوبية ببيروت والنبطية وبنت جبيل كلهم واجهوا نفس المصير، انفجار مفاجئ في جيوبهم. الأجهزة دي هي السبب المشترك في كل الانفجارات دي، ومع الوقت بدأت الصورة تبقى أوضح. جيش المناديل هو اللي زرع المادة المتفجرة دي في الأجهزة، لكن إزاي قدروا يعملوا كده وفي أي مرحلة؟ دي لسه حاجات مش واضحة. بالنسبة للضحايا للأسف اللي حصل راح ضحيته 9 أشخاص، منهم طفلة صغيرة، واتصاب حوالي 1200 واحد بجروح خطيرة جدا. الحادثة دي عملت غضب كبير في لبنان والكل متوقع إن الرد هيكون قوي، والحادثة دي زود التوتر في المنطقة وبيفتح أسئلة كتير عن الأمان في لبنان. هل الموضوع ده جزء من خطة كبيرة؟ وهل ممكن نشوف نفس الحوادث في دولة تانية؟ الله أعلم إيه اللي هيحصل في الأيام الجاية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك، وأهم حاجة تدعي لإخواتنا ربنا يوفقهم.